كيفاش تحمي الحساب البنكي ديالك من السرقة؟ هذا هو السؤال اللي توصلنا به من طرف العديد من متابعي صفحة أجد من البنك في الأيام الأخيرة. في فيديو اليوم غادي نشرح لكم الطريقة اللي تم بها النصب وسرقة أرصدة مجموعة من زبناء الأبناك المغربية، وكيفاش تحمي راسك باش ما تكونش ضحية من بين الضحايا. في فيديو اليوم غادي نقوم بشرح نقاط مهمة جدا، كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو على اوسع نطاق باش كلشي يستافد وما تخليش المعلومه توقف عندك. اولا غادي نتحدثوا على الطرق اللي تم بها النصب على زبناء الابناك باش تحمي راسك وتعرف الطرق اللي كيستعملوا النصابه من اجل الوصول للمعلومات الشخصيه ديالك. الطريقه الاولى هي انهم كيقوموا بارسال رساله نصيه للعديد من ارقام الهواتف، كيقول لك انه الحساب ديالك تعرض للتوقف او البلوكاج، وباش ديبلوكيه يعني تحيد منه داك البلوكاج لازم انك تدخل واحد الرابط، وكيخبرك انه هذا الرابط متعلق بالبنك اكس مثلا. هما كيقمروا انك ممكن هاد اللائحه يكون فيها مثلا 10% ديال الناس عندهم حساب في ديك البنك وغادي يضغطوا على هذاك الرابط. ملي كتدخل لهذاك الرابط كتلقاو واحد النافذه مشابهه لواحد النافذه ديما كتستعملها باش تدخل الحساب البنكي ديالك عبر التطبيق. يعني باعتبارك زبون ذاك البنك وعندك ديجا تطبيق في الهاتف، فما غاديش تحس باي فرق، بحكم انهم كيقوموا ببرمجه ديك الصفحه بشكل يشبه كليا الصفحه ديال الدخول الى التطبيق البنكي. هاد الصفحه شنو كتطلب منك؟ اولا كتطلب منك ليدونتيفيون او اسم المستخدم. ثانيا كلمات المرور باش يدخلوا للتطبيق. ملي كتعطيهم هاد المعلومات عندهم الحق انهم يديروا الكونسلطاسيون او انهم يشوفوا الرصيد البنكي اللي عندك في الكونت، ولكن ما يقدروش يدوزوا اي عمليه بنكيه بحكم انه غادي يحتاجوا وحده من هاد الجوج. يا اما انهم يحتاجوا النيميرو ديال التليفون ديالك او لا بوس ديال الهاتف ديالك تكون عندهم، بحكم انهم ملي كدوز شي فيغمون او تحويل مالي من تطبيق ديال الهاتف، ديما التطبيقات البنكيه ديال المغرب كتقوم بارسال واحد الرساله نصيه كتحتوي على 6 ارقام باش تاكد العمليه، وهذه الرساله يتم ارسالها لصاحب الحساب البنكي. وفي هذه الحاله ما غاديش يقدروا يكملوا المهمه ديالهم في النصب، بحكم انه ديك الرساله غادي تمشي للهاتف ديالك انت. دونك شنو كيحتاجوا من بعد؟ كاينين تطبيقات هاتفيه بنكيه كيقوم المستخدم ديالها بتحديد واحد 4 الارقام، كيقوم بالتاكيد عن طريق هذه 4 الارقام، كيأكد بها جميع العمليات اللي كيقوم بها في التطبيق، من اداء ديال لي فاكتور، من تحويلات ماليه وغيرها. فتخيل انك في هذا الموقع دخلتي ليدونتيفيون والمود باس وعطيتيهم هاد 4 الارقام اللي كتاكد به عمليات الاداء والتحويلات في التطبيق، فمباشره النصابه كيمشيو كيدخلوا للتطبيق الرئيسي او الاصلي، كيتكونيكتاو في لوكونت ديالك وكيقوموا بعمل تحويل مالي وكيأكدوه بدوك المعلومات اللي عطيتيهم. هذه هي الطريقه الاولى اللي كيقوموا بها النصابه بسرقه الارصده. اذا شنو كنصحكم به؟ انه اي رساله كتوصلوا بها قصيره او عبر الايميل من طرف اي بنك كما كان ما تدخلش ليها، لانه جميع الابناك المغربيه اكدت انها عمرها ما غادي تطلب من الزبناء ديالها اي معلومه خاصه بالحسابات ديالهم عبر الرسائل او عبر الهاتف او عبر الايميل. وبالتالي وقت ما توصلتي برساله من هذا النوع مسحها في البلاصه وما تدخلش نهائيا لذاك الرابط الموجود فيها. الطريقه الثانيه الاخوان هي انه كاينين نصابه كيتصلوا بالمواطن وكيخبروه انه فاز بشي جائزه، يا اما دار يا اما مبلغ مالي كبير. وفي هذه الحاله غالبا كيحاولوا يتصلوا بشي شخص يعني يكون ما فهمش بزاف وما عندوش واحد، يعني كيقوموا باخذ والرد معاه وكيتحاوروا معاه شويه حتى كيعرفوا مثلا انه ما فهمش بزاف في الدومين ديال الامن المعلوماتي، عاد كيكملوا معاه. ملي كيكملوا معاه كيقولوا لك راك ربحتي، خاصك تعطينا المعلومات ديال الحساب ديالك باش نصيفطوا لك المبلغ المالي اللي ربحتيه. والطريقه باش غادي ياخذوا منك المعلومات كيقولوا لك خصك انك تعطينا الرقم المكتوب فوق البطاقه البنكيه، هو اللي غادي نحتاجه. للاسف كاين اللي كيعطيهم هذا الرقم وهما ما كيتوقفوش عند هذه الخطوه، وانما كيخبروك انه دوك الارقام غالطين وما صحاحش الا كان ممكن تصور البطاقه البنكيه كلها. انت
كشخص يلا توصلتي بخبر انك ربحتي واحد المبلغ مالي كبير جدا، وبالفرحه قوه الفرحه كتصور لهم لاكارت من القدام او من اللور كما طلبوا منك. وباش تعرف فراك عطيتيهم المعلومات الكافيه باش يخلصوا بالبطاقه البنكيه ديالك عبر الانترنت. شنو كتحتاج باش تخلص في موقع الكتروني؟ اولا كتحتاج 16 رقم المكتوب فوق البطاقه البنكيه، ثم كتحتاج تاريخ صلاحيه البطاقه، واخيرا كتحتاج واحد الكود سميتو سي في في عباره عن 3 ارقام موجود خلف البطاقه البنكيه. غتقول لي انه ملي كتدخل شي موقع وكتبغي تخلص بالبطاقه البنكيه ديالك، فهذاك الموقع كذلك كيصيفط لك رساله قصيره للهاتف ديالك فيه 6 ديال الارقام باش تاكد به العمليه. فحتى لو اخذ ذاك النصاب المعلومات ديال البطاقه البنكيه فغادي يحتاج ديك الرساله القصيره اللي غتجيك للهاتف ديالك انت. كنأكد لك انك غلط، بحكم انه كاين مواقع الكترونيه غير رسميه وغير موثوقه وكتقبل انك تخلص بها فقط بالمعلومات ديال البطاقه البنكيه، وما كتصيفطش رساله قصيره لصاحب الحساب، وانما كيتم سحب المبلغ مباشره من البطاقه. وانا حضرت الاشخاص نصب عليهم بهذه الطريقه، عطاو المعلومات ديال البطاقه البنكيه ديالهم، ومن بعد 24 ساعه تفاجئنا بسحب رصيد من الحساب البنكي بدون توصل الزبون باي رساله قصيره كيفما كانت. ننتقلوا للطريقه الثالثه في النصب. الطريقه الثالثه الاخوان هو انه ملي كتدخل شي موقع الكتروني غير موثوق وكتبغي انك تخلص فيه شي سلعه، وداك الموقع كتقوم بملء المعلومات ديال البطاقه البنكيه ديالك وكتقوم بالشراء، وفي بعض الحالات داك الموقع كيرفض بحكم انه كيقول لك البطاقه ما فيهاش الفلوس او انه خصك تواصل مع البنك ديالك. لكن اللي ما عرفتيش انت انك عطيتي هاد المعلومات لذاك الموقع ومباشره غادي يستعملهم كيف ما شرحنا في الطريقه الاولى. غير هو في الاول الطريقه قبل هذه ديال النصب انه الشخص كيتصل بك، مي في الطريقه الثانيه انهم مباشره خداو المعلومات ديالك من الموقع المشبوه اللي دخلتي ليه. وبالتالي كنصحكم انكم تفاداو تدخلوا المواقع الغير المعروفه. كاين مواقع ديال الشراء معروفه بحال علي اكسبريس، علي بابا، امازون، هادو مواقع في المغرب كاين جوميا، هادو مواقع معروفه وموثوقه. ولا تعرضتي للنصب عن طريق هذه المواقع ممكن انك دير شكايه في هذه المواقع وتسترجع المبالغ الماليه ديالك. لكن اذا دخلتي لمواقع غير معروفه فكنأكد لك انك غادي تضيع في رزقك. كيفاش تحمي راسك في هذه الحالات؟ اولا كنصحك الا عندك تطبيق ديال الهاتف ديال البنكه تدخل التطبيق وتقوم بالغاء جميع الخواص اللي كاينه في البطاقه البنكيه. هذه الامكانيه راه كاينه في جميع البنوك، كيمكنوك من انك تقوم بتفعيل والغاء بعض الخاصيات مثل الاداء عبر الانترنت، الاداء باستعمال تقنيه كونتاكتليس، الاداء عبر اجهزه تي بي. هادو كامل غتقوم بالغائهم وغتخليه فقط السحب لانه كيحتاج الكود 4 ديال الارقام اللي ديجا انت بوحدك اللي كتعرفو. وملي غادي تخلص في شي محل كبير دخل لابليكاسيون واكتيفي لوبسيون ديال الاداء في تي بي وعاود دخل ديزاكتيفي. الا كنتي باغي تخلص في شي موقع الكتروني دخل اكتيفي الاداء عبر المواقع، خلص ودخل عاوتاني ديزاكتيفي. هذه هي افضل طريقه تخدم بها. واخيرا واحد الطريقه اخرى للنصب وهي باستعمال خاصيه الكونتاكتليس الموجوده في اغلب البطاقات البنكيه اللي خرجت حاليا، وهي عباره عن امكانيه الاداء باستعمال البطاقه البنكيه بدون ادخال الكود. وهذه ممكن انك ديرها اذا كانت عندك مشتريات في شي محل كبير اقل من 500 درهم. يكفي انك تدوز لاكارت فوق تي بي او جهاز تي بي ويتم مباشره استخلاص المبلغ من الحساب ديالك بدون ما انك تدخل 4 الارقام. هذه الطريقه قامت الابناك بتفعيلها من اجل تسهيل الاداء. يعني مثلا شخص كيكون مزروب كيجمع كيدوز السلعه ديالو مثلا في شي محل كبير كيبغي يخلص كيدوز لاكارت كيشي ويزيد في حاله. لكن من بين سلبيات هذه العمليه انه في حاله ضاعت لك البطاقه ممكن هذاك اللي لقاها يمشي اوتوماتيكمون لشي محل كبير ويبقى يتقدم منها السلعه اقل من 500 درهم ويبقى يخلص. طبعا هذه العمليه ديال انه يخلص محدوده في واحد العدد ديال العمليات، كل بنك والعدد ديالها ممكن. المهم نقولوا 5 ديال العمليات في النهار، لكن الا قلنا 5 مضروبه في 500 راه 2500 درهم هذيك ضعتي فيها. اذا في حاله ضياع البطاقه دخل لابليكاسيون، قم بالغاء جميع الخدمات الموجوده في البطاقه وقم حتى بالبلوكاج ديال البطاقه حتى تلقاها او انك تمشي للبنك وتطلب بطاقه اخرى. كنتمنى انه تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو.
اللي شرحنا فيه اغلب الطرق اللي كيتم بها النصب على زبناء الابناك. وكيف ما كتلاحظوا فالمشكل ليس في الانظمه ديال الابناك وانما في الاشخاص اللي كيهملوا المعلومات الماليه ديالهم وكيبارطاجيوها مع اشخاص ما كيعرفوهمش، وفي حاله ضياع البطاقه البنكيه ديالهم كيقولوا حتى كان تبان ماشي مشكل، لكن هذاك هو اكبر مشكل. خصكم تحميو المعلومات الماليه ديالكم وحميو البطائق البنكيه ديالكم. وكنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش تنتشر هذه المعلومه، وما نبقاوش نسمعوا باشخاص تم النصب عليهم بطرق بسيطه جدا ممكن انك تقوم بغير بواحد الفعل بسيط وتحمي راسك. شكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.